السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقني الحساب هنا أسهل بكتير من الحساب هناك. إيه سبب الجملة ديت؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام شاب كان عازم قرايبه على الغداء في بيته، واتصل بأحد المطاعم الكبيرة وطلب غدا يكفي الأسرة كلها. جه الشاب بتاع الدليفري خبط على الباب، قام فتح له فقال له اتفضل، قال له شكرا جزاك الله خيرا، خد الأكل وحطه جوه جاي يقفل الباب. فالشاب بتاع الدليفري قال له بعد إذن حضرتك ربنا يبارك في عمرك، أنا آسف بس حضرتك نسيت تدفع الحساب. فقال له الحساب يوم الحساب. فقال له طب تحت أمر حضرتك، لكن صدقني والله العظيم لو دفعت الحساب دلوقتي هيبقى أسهل بكتير من الحساب هناك لما نقف أنا وإنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبكى هذا الشاب وتأثر وقال له فعلا الحساب هنا أسهل بكتير، أنا كنت بضحك معاك. دخل جاب له الفلوس وجاب له الإكرامية بتاعته واداها له وقفل الباب. الرسالة اللي عايز أبعتها لكل إنسان ظلم في الدنيا، عايز أقول له صدقني الحساب هنا أسهل من الحساب هناك. الحق وتحلل من المظالم قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. اللي أكل فلوس الناس ومش عايز يرجعها لهم، اللي ظلم بعض الناس دخلهم السجن، أذاهم، تسبب بيهم في أذى، اللي كان سبب في رفض إنسان من مصدر رزقه، اللي كان سبب في تفرقة زوج عن زوجته وشتات الأسرة وخراب البيت، اللي كان سبب في حرمان أب من أولاده، واللي كان سبب في حرمان أم من أولادها، واللي كان سبب واللي وقع بين الناس بالنميمة عياذا بالله، واللي اغتاب إنسان وذكره بما يكره، واللي كذب على إنسان وتسبب في مشاكل كبيرة في حياته، واللي عق والديه، واللي قطع الرحم، واللي أذى الجار، واللي يعني أغلظ المعاملة مع طفل يتيم. صدقني الحق وتخلص من المظالم ديت في الدنيا، فالحساب في الدنيا سهل، في الآخرة هيبقى صعب جدا جدا. يعني في الدنيا لو إنسان وقع بين اتنين غاية ما هنالك هيحصل له إيه؟ هيشعر بشيء من الحرج لما يعترف لهم إن أنا اللي وقعت ما بينكم، وإنه فلان ما قالش عليك ولا فلان قال عليك، ده أنا اللي وقعت ما بينكم، هيتحرج. لكن لما يتحرج ويصلح ما بين الاتنين أيسر بكتير من إنه يجي يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقولوا له يا رب لقد أفسد فيما بيننا وقاطع العلاقة ما بيننا العمر كله. لما الإنسان يكون واكل فلوس ناس ويروح يردها له حتى لو ما معوش، يقول له ادي جزء من الفلوس وادعي لي ربنا يعني ان شاء الله اسد لك بقيه الفلوس. يمكن صاحب الفلوس يعفو عنه وما يطلبش الباقي ويقول له خلاص هي هديه لك، ويمكن يقول له طيب خلاص انا بأمهلك ان شاء الله تسدهم على مهلك خالص ويبقى تحلل من تلك المظلمه. ولا يجي يوم القيامه يخش النار بسبب شويه فلوس لا تساوي اي شيء ولا هياخد معاه اي حاجه، هيخرج من الدنيا فقط بالكفن والعمل سواء الصالح او غير الصالح. واللي عق والديه غاية ما هنالك ايه اللي هيحصل له؟ يعني هيروح يتحرج بكلمتين من الام او الاب بس هيقبل ايديهم ورجليهم ويرجع يبرهم عشان يفوز بدعوتهم، عشان لما يلقى الله ما يبقاش في رقبته مظلمة كبيرة جدا جدا ويترتب على تلك المظلمة ان ما فيش ولا عمل، أي عمل، ما فيش عمل ليها يقبل أبدا عند الله. لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد في الثلاثة العاق لوالديه، اللي قطع أرحامه. الحساب في الدنيا هيكون سهل، روح سلم عليهم وصل أرحامك، حتى لو عاتبوك بكلمتين، حتى لو قالوا لك كلمتين هيزعلوك، لكن في النهاية هتبقى وصول للرحم. فما تجيش تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت قاطع للرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع رحم. مش هتخش الجنة مع أول الداخلين بسبب قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم يعني طردهم من رحمته سبحانه وتعالى وجل جلاله. واللي أكل فلوس الناس واللي أذى الناس واللي فرق بين زوجين وحرم زوج من أولاده وحرم أم من أولادها وهكذا. لازم نتخلص من المظالم ديت، لأن الحساب في الدنيا أيسر من حساب الآخرة.
واللي رافضة تلبس حجاب وبتقول يعني أنا مش هلبس حجاب لأني أنا عايز أعيش حياتي وأتمتع غاية ما هنالك. يعني لو لبست الحجاب هتبقى مخنوقة شوية يعني. صدقيني البنت المحجبة بتشعر بحر الشمس، والمتبرجة برضو بتشعر بحر الشمس، بس دوت حر في طاعة وده حر في معصية. صدقيني وبقولها لك من قلبي، بقولها لك من قلبي. يعني حساب الدنيا أهون من حساب الآخرة. لما تحاسبي نفسك كده وتقولي لازم ألبس الحجاب عشان ما أكونش سبب في فتنة أي شاب يبقى في ميزان سيئاتي، تمام، وعشان ما يكونش كل ده كمان وزر على أبويا وأمي اللي هم سايبيني أخرج بالمنظر ده، تمام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايتي، من باب برك بأبيك وأمك وكل حبايبك اللي مسؤولين عنك. لما تلبس الحجاب بترفع الحرج عنهم، بترفع المظلمة دي عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبترفعها عن نفسك، لأنك مش بتظلمي نفسك وبس، انت بتظلمي كمان شباب كتير ممكن يتفتن بسببك. فلما تلبسي حجابك هيبقى الحساب في الدنيا أهون من حساب الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. واللي تارك الصلاة الحق وصلي، لأن حساب الدنيا أهون من حساب الآخرة. وهكذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده جت الوصية الأخيرة اللي أختم بها، وهي قول النبي كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، لأن التعامل هناك بيبقى بالحسنات والسيئات. عشان كده بختم بنفس عنوان المقطع: صدقني الحساب هنا أسهل بكتير من الحساب هناك. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الوقوع في مظالم العباد يا رب العالمين، والوقوع في معصية رب العباد يا رب العالمين، وأن يجعلنا نعيش على طاعته يعني بقدرته وفضله ومنه سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام: كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة. شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 010 20 10 2300، أو اتصل على 010 20 10 2400.